كيفكم؟ شو اخباركم؟ اشتقت لكم كتير 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 ورجعت لكم بفيديو جديد. حبايب قلبي، فيديو اليوم رح شارك معكم كتير تفاصيل، كتير اشياء، مشتريات، تظبيطات، تنظيفات، كل حاجة يعني. تظبيطات بالمطبخ، هيك ركن قهوة بسيطة عملته، يعني كل شيء. جبت مشتريات من علي اكسبريس ومشتريات من امازون ومشتريات من شي ان. طيب ضروري تشوفوا الفيديو للاخر لانه في شغلات كتير مهمة رح احكي لكم اياها، واشي عن جد مشان تاخذوا فكرة منيحة، كمان مشان ما تتورطوا مثل ما انا تورطت. فلهيك لازم تشوفوا الفيديو كامل لحتى تستفادوا اكثر وما يروح عليكم ولا شيء. بس حبايب قلبي، حابه لكم قبل ما تشوفوا الفيديو حطوا لايك وكملوا الفيديو، اشتركوا بالقناه اذا انتم اول مره على قناتنا، قناه أليكس ونالين، خلي تكبر عائلتنا، ومشان كمان تشوفوا عيد ميلاد ليام والتحضيرات وكل شيء بالمعازيم والقصص والمفاجاه اللي انا وأليكس حضرنا له ليام. طبعا ما تنسوا كمان تتابعوني على انستا وتيك توك، كل مواقع التواصل الاجتماعي بتلاقوها بصندوق الوصف. شايفين صبايا؟ عندي هاي الوراق الخضراء، عندي اياهم من زمان، قلت لحالي رح احطها هون هيك، يعني تغيير بسيط انه بلش صاي. وهون بخبي الفيش لانه كتير مضايقني. رح شوف كيف بدي اخترع هون شوي خبيه. مبدئيا حطيت هيك مبدئيا هيك. لسه كمان عندي هاي صبايا كمان رح احطها هيك. صبايا شايفين هاي؟ يلي متابعني من قبل بيعرف انه هاي انا حاطيتها بالصالون، بس بصراحة ما عاد حبيتها، فرح شيل الورد اللي هون ورح احطه بمكان الخضري اللي هلا عملته. كمان هاي رح شيل صبايا. هسه رح يصير عندي هون حديقة زهور عندي في المطبخ، بس يعني تغيير بسيط. يعني الواحد إذا عمل شيء بسيط الواحد هيك بيتغير نفسيته. صراحة إنه هلا نقعد نظبط المطبخ ونسوي مطبخ جديد، ما عندنا القدرة المادية يعني إنه ليش الكذب، يعني إنه المطبخ إذا بدنا نسويه من أول وجديد ومطبخ جديد وسيراميك جديدة رح تكلف عشرات آلاف اليورو. بصراحة يعني إنه ليش الكذب، ما عندنا القدرة هلا نظبط، بس إن شاء الله بالمستقبل نظبط. هيك حابة حطتش يعني هون بالمطبخ لحتى الواحد هيك نفسيته ترتاح شوي. فشو رأيكم أنتو؟ طبعا خربنا وحدة. صبايا شايفين كان بقيان عندي شوي من الوراق الخضراء حطيته هون، حطيت هاي المزهرية وحطيت فيها هاي كان عندي ورد هون، فهيك مبدئيا هيك عملت.
غيرت رأيي، رح احط هاي بالزاوية هيك افضل. وهاي انا جايبتها من شي رح لزقها هون. كتير حبيت صبايا، كتير 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 حبيت، حسيته لذيذ. شايفين هاي الصبايا كمان رح احطها هون ورح يعمل ضوء، رح ركب فيها بطاريات كمان. هاي وصيتها من شي شو حلو. لا رح نشيل اللزقة. اوكي، او ركبها هون يمكن يطلع احلى. هاي البقيانين عندي ورح احطه هون كمان، بس انه بظن احلى من قبل، يعني في زاوية. ولسه حاسة انه لازم نجيب شغلة تانية كمان هون نحطها، او مثلا نحط هاي، نحط هاي هون. لا ما حبيت، رح رجعها لهون. وهي خليها هون حد الفيش بالنص، هيك ركن بسيط للقهوة يعني. هيك عملت، غيرت شوي بعد ما انا خبصت التخبيصات كلها، يعني هيك تغيير بسيط منه هالشي الواو. طبعا حسيت انه هاي علب القهوة العربية والألمانية هون هيك ارتب ومخبي الفيش. هون في مساحة أكتر. إذا عندكم أفكار صبايا اكتبولي شي ممكن أحط هون، ولا أتركه هيك فاضي هيك رايق أكتر. هلا صبايا حورجيكم، هاي جبتها من وولورث بعد كذا يوم عيد ميلاد ليام، فمشان هيك التغطية تبع الجاتو هيك زبطها منيح. شوي شوي عم نجيب هيك قصص لتظبيط الجاتو، هيك كتير بحب يعني بستمتع انا عم زبط الجاتو هيك بخترع فيه. صار هيك يعني شوي شوي هواية هلا صار عندي. كمان هاي جبتها مشان نحط تحت قالب الجاتو، كمان جبتها من وولورث. صبايا هي كمان جبتها مشان اذا الواحد مثلا عجن عجينة السكر عمل اي شي حلو. بس بيكلش؟ شايفين صبايا هي بالاخص مشان عجينة السكر ممتازة، اذا الواحد عمل فوقها بيعرف بالسنتيمتر قد ايه انه ممكن يحمل حجم الجاتو وكذا، فحبيت انه تكون عندي من زمان كنت حابة اجيب منها. كمان هون جبت عجينة السكر جاهزة، هي جبتها من تيدي لأنه من تيدي ما كان بقيان غير وحدة، فجبت كمان وحدة من إيديكا. كانت الطاولة هون أطول، صغرتها يعني فوتها لجوا. غطا الطاولة كنت حاطيته على التراسة، فرح حطها هون بما أنه هلا بالشتاء ما لنا بحاجة لهيك شي لبين ما أجيب شي تاني، ورح حطه هلا هون. خلص المية اللي بقلبها حارجع اعبي، وكنت حاطه فيها كمان هيك معطر ومنظف بقانن واحد. يعني انا حطيت لها شوي من هي، حماتي نصحتني انه حط لها نقطه لودالين، بس ما بحب بس لودالين، فبحب هاي حط لها لانه بتعطي ريحه اطيب وهيك ريحتها بتكون احلى يعني، وريحه البيت بتصير فخامه صراحه. بتزعج كتير بصراحه، بتضل تطلع من مطرحها، او يمكن انا ما عندي قوه زايده واكيد ما عندي قوه زايده بكل صراحه يعني. حبيباتي هلا
رح ورجيكم بعض الاشياء اللي وصيناهم مشان عيد ميلاد ليام، يعني ممكن تاخدوا كمان منا افكار تساعدكم لحفلات العيد ميلاد، لحفلات بشكل عام. المهم مثل ما انتم شايفين حبايب هون في عندي هون آلة او جهاز لنفخ البوالين، اجوا معها هاي. هلا رح طالع طبعا كله ورجيكم هاي لتلزيقهم، وهاي لما الواحد هيك بيفوت البوالين بقلب بعض، هاي كلها بيكون معها. هاي لتثبيت البالون، بس والله بحياتي ما عرفت شو كيف بيزبطوها، حتى بعيد ميلاد حتى بحفلة معرفة جنس الجنين فما عرفت شو الاختراع. المهم انه كتير مهم بالنسبة لي. كمان هاي معها، هاي كمان اذا واحد حب يعمل قاعدة مثلا. وهي اهم شيء طبعا معها لسه فيش. حلاوتها انه يعني الواحد بيختصر الوقت بشكل فظيع ودغري، يعني الواحد بيكون مخلص مع هون زر يعني على الكهرباء وبيشتغل. والفيش الله اعلم وين زاتيته انا ما عاد عرفت. المهم بعدين ندور عليه. وهي مشان نزين فيها الكيك، هاي ببرونة، هاي عرباية وهي قنينة حليب كتير لذيذين. هيك مشان نظبطها على الكيك. طبعا هلا ما رح ورجيكم كل الاشياء مشان ما يكون الفيديو طويل، وكمان لحتى انه ورجيكم بفيديو العيد ميلاد لسه اشياء كتير. كمان حابة لكم صبايا، هاي وصيتها من علي اكسبريس وانصدمت صدمة العمر كله. وصلني اول شي مكسور، قلت لحالي مشان صاير فيها الكاسترد وهي القصص. مبين على الكاميرا مكسور وصغار تخيل. يعني ليام اذا رح احط له كاسترد فيها او اي شيء فيه ما رح يكفي. كثير انصدمت بها، يعني انه كنت مقررة اعمل وهلا ما بعرف. هاي هيك قصص لحتى ركبها على الجاتو، يعني بعدين بظبطها بورجيكم. هاي بوالين او دبدوب، هاي دبدوب وهون بوالين، لسه في كتير بوالين. هاي كمان هابي بيرثداي عشان انفخهم. هاي كلها يعني بوالين للنفخ، يعني بدهم الهيليوم بصراحة. كمان بوالين هنشوف شو بدي اخر شيء شو رح نعمل بكل شيء من هاي القصص. كمان هاي صدموني فيها بشكل مو طبيعي. تخيل هاي شفتها هلا، ما بعرف اذا رح انزلكم صورة هون على اساس بينحط عليها الكب كيك. شوفوا انتو، شوفوا انا شو بدي احط الكب كيك هون. يعني مثلا وين بدي احط مثلا فهمت؟ المشكلة انه ما فهمت. كمان وصيتها من علي اكسبريس، كمان صدمت انه شو يعني عم يخرفوا ولا عم يخرفوا العالم. شو بدي احط هون يعني، والله ماني عارفة. لا دين اللذينة. شايفين حبايب، في شغلات وصيتها من علي اكسبريس عن جد. يعني هي اخر مرة بوصي من علي اكسبريس بصراحة. بالمناسبة هي البوالين كمان وصيتها من علي اكسبريس، وهالجهاز وصيناه من الامازون. يعني في كذا شغلة لسه، بس حابة أورجيكم فيديو عيد الميلاد. بما إنه عيد ميلاده بعد بكرة فحورجيكم هنيك. والله عندي كتير هيك مشغولة كتير وفايتة بالتحضيرات وهالقصص، بس حبيت قلت لحالي بدي أورجيكم شوي. وهي الشغلة كمان صبايا، أنا وصيت هاي شو بيقولوا لها ميزان، لا مو ميزان، هيك شغلة بنحط فيها سكاكر وكذا. وصيتها بعتولي هاي، تخيلوا يرعاكم الله. فكتير انبسطت انه ليش لا يعني انا انبسطت فيه. شو رح اعمل فيهم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. علي اكسبريس هي اخر تجربة، اول تجربة واخر تجربة يا جماعة. اوكي حبيبات قلبي، حابة لكم انه انا هلا وصلت لنهاية الفيديو. بتمنى تكونوا هيك استفدتوا شوي بعد الافكار بعد القصص. فما تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشاركوا الفيديو وتشتركوا بالقناة، وخليكم ناطرين فيديو عيد الميلاد لانه كتير 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 متحمسين نشارك معكم عيد ميلاد اليوم. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.